الشعب الاماراتي حسي يؤاخي الشعب السوداني، احنا ما اخوانكم. مش معنى انكم اعتديتوا على دارفور ولا اعتديتوا على الجزيره ولا لا لا لا، بدايه من غزه دي، بدايه من غزه، بدايه من اعتداءكم على الدين الاسلامي والاديان الثانيه، بدايه من عدم احترامكم. انتوا عندكم اي حاجه بتساوي المعادله صفر. احنا ما بنقبل بحاجه اسمها دين ابراهيمي، دي اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اتعديتوا على اي زوج، مسيطرين على اي حاجه انتوا عاملين فيها. اي خراب في الكوكب ده وراه الامارات ما فيها انتوا فعلا. لما تيجي تقول والله يا اخي انا ما عندي دعم سياسي لفصيل، هسه انا اللي بشرح لك فيهم دي الارقام. جيب لي يقول لي الجوني قاعد يعمل شنو عندكم؟ عنده معانا مشكله، ليه قاعد عندكم؟ لماذا قاعد عندكم؟ ليه بتعالجوا قادة الدعم السريع بتشيلوهم من الضعين بالطيارات تودوهم في مستشفيات الامارات؟ ليه ما بتشيلوا قادة القوات المسلحة؟ ما انا بسألك، ما تجاوب يا اماراتي، لا تستطيع. انت قال الموضوع العاطفي، الكلام الونس اللي بتقوله ده كلام فاضي صحيح. الكلام ده بنغني عبوه القحاته الموالين للامارات. طيب ثاني قال شنو؟ قال لاي فصيل في ادعاءات زائفه ولا اساس لها من الصحه وتفتقر الى اي ادله موثوقه لدعمها. انا اديتك الادله، حسي يرد عليها بدلائل. اديتك اسماء الشركات بتاعت الدعم السريع، اديتك اسماء القاده بتاعت الدعم السريع، اديتك اسماء الفصيله بتاعت التقدم، اديتك اسماء السياسيين. الواسق البرير ده قاعد يعمل شنو في الامارات؟ ما في اسمه قاعد في القائمه. خالد سيلك ده ما اسمه في القائمه، قاعد يسوي شنو في الامارات؟ عنده فيلا مكتوبه باسمه، قاعد مقعد فيها اولاده مكتوبه باسمه. ده زول صادر في حقه قرار بتاع تسليم، يسلم روحه للضبطيه، مش الضبطيه يسلم روحه. خالد سلك حاضر قاعد يسوي شنو في الامارات؟ انت ما تقول دي ادعاءات زائفه. شركه الجنيد، شركات الخليج، البنوك حقت الدعم السريع، بورصه الذهب ما قاعده عندكم. ما تقول دي ادعاءات زائفه، قول ده ورقي. انا بقول لكم ما قاعد ادعم فصيل، ودي طياراتي. الطياره بدك رقمها، الرحله حقتها مسجله، الرحله حقتها نزل لهم الرحلات حقتهم دي يا غسان حقت الطيران، خليهم يشيلوها زي ما هي. الطيارات الصغيره والطيارات الرئيسيه. انت بتنقل حمدوك توديه جنوب السودان ليه؟ يمشي يلاقي سلفاكير، لماذا؟ علاقتك شنو انه حمدوك يمشي يقعد عندكم ويمشي يلاقي السفير، يلاقي الرئيس الفاكر؟ ليه حمدوك يتحرك من عندكم يمشي كينيا ويرجع لكم ثاني؟ حمدوك ده سودان ولا اماراتي؟ مش لاقى السفير الرئيس الكيني، مش المفروض يرجع بورسودان؟ يطلع شعبنا على الزياره، بيطلع محمد بن زايد ليه بيجيك انت ليه؟ قول لي يا زول ما ركب الطياره من عندنا من مطاراتنا، من مطار دبي، قول لي انا ما شفته، قول لي طلع ورق، قول لي انا ما بعرفه. لكن ما تيجي تقول لي والعلاقات دي ادعاءات زائفه بدون ادله ومستندات. ما دي ادله ومستندات. حسي العربات الهام في دي، ما في عربات جديده قاعد تدخل، عربات جديده قاعد تدخل تصنيع 2024. بماذا تفسر الامارات حصول الدعم السريع على تاشيرات في الهيكل بتاعها، في الشاسيه بتاعها بتلاقي الرقم بتاع التخليص الجمركي، بتلاقي الرقم بتاع الشاسيه حقها انها طالعه من ميناء جبل علي. الحاجه دي انتوا الامارات بتفسرها بشنو؟ عربات 24 تكون عند الدعم السريع بتفسروها بشنو انتوا؟ دي ما ادله، ما تقول لي ما في ادله، دي ما دليل. قول لي العربيه دي جات عندنا شكلها كده، طلعت من عندنا من المينا، جات تهريب، اديني شرح. لكن ما تقول لي دي ادله زائفه. ما تحتقر الناس اللي بيتكلموا معاك، انت عامل فيها ما شايفين، احنا ما شايفينك اصلا في الخريطه. انت في الخريطه ما بتظهر الا تتكبر 16 مره. الامارات ده عشان تشوفها في جوجل ايرث الا تكبر 16 مره حتظهر لك. ما انت ما في اصلا، انت ما في وحتكون ما في بالمناسبه. ما تعمل لنا قومه وقحطه مطره واحده مسحتكم من الكوكب، مطره واحده مسحتكم، الامارات كلها اتمسحت. يقول لك يا اخي والله سيول وامطار تضرب ولايه الجزيره والشماليه هناك تلقاها ناشفه، ما شافوا مطر اصلا. السودان في امان الله، زارعين بلحون القمح ما جاتنا عوده. امطار غزيره تضرب ولايه الخرطوم وتتسبب في قطع الكهرباء، بلاك اوت. بورسودان شغاله في شارع النيل ما شافوا مطره ذاك. الامارات مطره واحده في شارع واحد كلها تعطل، كلها ما في. انت ما في اصلا. تقول لي يا اخي ادعاءات زائفه، انت منو عشان ندعي لك اصلا؟ الكلام اللي انا بقول فيه ده هل هو رد للامارات؟ ابدا، ده ما رد للامارات. ده احنا بنرفع وعي الشعب السوداني بالجرائم المحيطه به والكلام الاعلامي اللي بيدنس، وبنضغط به في الحكومه المدنيه والعسكريه تتخذ مواقف رجوليه سياسيه وطنيه اكثر من كده. احنا بنقول لهم ده شنو الكلام